خليفة حنين حسام ومودة الأدهم في الملاعب، علمت على أنوش ويومياتها وفتحة على الرابعة ومحدش هممها. عملت أكتر من 50 علاقة غير شرعية وهي لسه أندر إيج. أمال لما تكبر هتعمل فينا إيه؟ البلوجر مكة حجازي مش لاقية حد يقول لها عيب. يا ترى إيه حكايتها؟ من 3 سنين فاتوا طلعت فجأة على السوشيال ميديا بنت صغيرة اسمها نانسي أيمن، أو زي ما اشتهرت بعدها مكة حجازي. كانت لسه عيلة مش فاهمة حاجة والفلوس زغللت عينيها، فقررت تمشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. وكانت واخدة حنين حسام ومودة الأدهم قدوة ليها، لكن زي ما بيقولوا كده الجديد شديد. ومكة من أول ما بدأت وهي فتحها على البحري بتطلع ترقص على التيك توك بهدومها الداخلية بس، ومقضياها مع الكل، ما بتقولش لحد لا طالما هيدفع من في الآخر. وكل ما حد يدخل يقول لها نقضي وقت سوا تقول له ماله، المهم الفلوس. لدرجة إنها دخلت في أكتر من 50 علاقة غير شرعية. أول ما لقت المحتوى ده جايب فلوس كتير قررت تزود اللي بتعمله أكتر، وبقت بتطلع تعلم البنات إزاي يلبسوا هدومهم الداخلية. ومش بس كده، ده رفعت شعار خلي الناس تتدلع، وبقت بتطلع لايفات بالبكيني وأوقات من غير هدوم خالص، وبتستعرض جسمها قدام الناس كأنها في مزاد اللي يدفع أكتر. المصيبة إنها كانت بتعمل كل ده وهي لسه ما كملتش 16 سنة، يعني في نظر القانون لسه قاصر. وبعد ما تقدم فيها بلاغات كتير إنها بتنشر محتوى غير أخلاقي اتقبض عليها سنة 2021 ودخلت الأحداث. لكن الظاهر كده إنها ما اتعظتش من الحبس، ومن يوم ما خرجت وهي مزوداها على الآخر وبتقول كل اللي نفسه في حاجة هعملها له. وكملت في السكة اللي كانت ماشية فيها لحد ما اتقبض عليها تاني 2022، والمحامي بتاعها حاول يخرجها بأي طريقة لكن مفيش فايدة، والحكم اتأيد ضدها، خصوصا بعد الاعترافات الخطيرة اللي قالتها مكة. اعترافات إنها فقدت عذريتها على إيد واحد صاحبها كانت عايشة معاه في بيته وبتدفع له الإيجار. ولما جت عليها فترة ما كانش معاها فلوس قدمت له نفسها مقابل إنه ما يرميهاش في الشارع. ومن وقتها وهي بتدخل علاقات كتير مع الولاد صحابها ومقضياها، ما بتقولش لحد لأ، شوية بالفلوس وشوية بالحب وهي ماشية. والسبب في كل اللي وصلت له ده كان أبوها وأمها اللي رموها في الشارع. بعدها انفصلوا ومحدش فيهم كان بيسأل فيها، وكل ما تروح عند حد منهم بيبهدلها لحد ما قررت تعيش لوحدها مع مجموعة بنات هم اللي حطوها على أول الطريق اللي مشيت فيه، لكن ما كانتش تعرف إن نهايته هتبقى